السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الغديوه شامله سهله وسريعه والذ منها ما يكون. غادي نشارك معكم واحد طاجين بالدجاج معسل بالبصله والزبيب، كيجي رائع بزاف بزاف، ما تشبعوش منه، كيجي معلك وزوين بزاف. وغنشارك معكم خبيزات ديال الدار اللي كيجيو رائعين بزاف، كيجيو خفافين البنات وقطنيين هشاش، ما تشبعوش منهم. هائلين بزاف، كنتمنى تجربوهم. وغادي نحضر معكم واحد العصير ديال الفريز، كيجي زوين واقتصادي وسهل بزاف، واهم حاجه انه كيجي لذيذ بزاف. هذا اقتراح الغداء للضيوف ديالكم، ضيوف الغفله جاو ما علموكمش، وجدوا لهم هاد الغديوه هذه اللي كتجي ساهله بزاف وكتجي لذيذه وتحمر لكم وجهكم قدامهم. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تمشيو فين، تبعوا معايا الفيديو الاخير، وما تنسوش ليا لي لايك البنات، واللي مازال ما اشتركت في قناتي كنقول لها دائما مرحبا بك اختي والف مرحبا. فنصلوا على نبينا كيف العاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله على بركه الله. فاول حاجه غادي نبدا بها هما الخبيزات. غادي نمشي معكم بالترتيب كيف ما خدمت في كوزينتي، غادي نمشي معكم في الفيديو. وهنايا عندي واحد القصريه اللي درت فيها جوج لايف ديال الفينو وجوج لايف ديال الفورس، اي الدقيق الابيض والدقيق القمح الصلب الناعم جدا، يعني قد الفورس قد الفينو. درتو زلافه ديال الدقيق، غادي ديروا زلافه ديال الفينو. هنا درت واحد الحفيره في الوسط، درت فيها معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، درت معلقه صغيره مع مراش ديال الملح وجوج معالق كبارين ديال زيت المائده وجوج معالق كبارين ديال الحليب مجفف. هذا الحليب المجفف البنات هو اللي كيخليهم يجيو رطبين مفشفشين غزالين. الا ما كانش متوفر عندكم غادي ديروا واحد كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، وغادي تكملوا بالماء. ضروري ديروا واحد فيهم يا الحليب سائل يا مجفف، حيت هو اللي كيخلي هاد الخبيزات ديالنا كيجيو خفافين ورطبين. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه في الاخير غادي نزيد واحد المعلقه كبيره بومبي البنات ديال الزبده اللي كتكون لينه. غادي نحاول ندخلها في هذيك العجينه ديالي وندلكها مزيان مزيان. الا اختي عندك العجانه راه من الاحسن كاع، العجينه راه كتجي مطلوقه. ايوا هادشي اللي كاين. صافي كتبقاو تدلكوها مزيان مزيان حتى كتولي طرطقه البنات، كتولي مدلوكه مزيان. المهم كتحسوا بديك الزبده اللي دخلات في العجينه وكتخليها رطبه. الزبده ضروري ديروها حتى هي، راه كتخلي العجينه ديالكم كتجي رطبه. المهم الخبيزات كيبقاو رطبين، واخا كيباتوا واخا ديرهم في المجمد كتجبدوهم كيبقاو رطبين. صافي هانتوما العجينه كتولي مطلوقه، راه دلكتها مزيان مزيان. هانتوما كيف شفتوا معايا كتولي مطلوقه غزاله. صافي انا غناخذ واحد الاناء غادي ندير فيه واحد شويه ديال الزيت، غير شويه، وغادي ندير فيه هذيك العجينه ديالي باش ما كتلتصقش، حيت ملي كتخمر حيت هي خفيفه، عجينه كتكون خفيفه، غادي نديرها فيه ونخليها تختمر البنات حتى كيضاعف الحجم ديالها. وهنايا غادي ندوزو باش نحضر معكم طاجين ديال الدجاج. الطريقه اللي كندير انايا كيجي زوين بزاف بزاف. هنا عندي واحد الاناء اولا طبسيل، درت فيه البنات هنا واحد الطويمه صغيره ديال الزعفران. الا كان عندكم كاع الزعفران حور راه من الاحسن. درتو في شويه ديال الماء، واحد نص كاس ديال الماء يكون سخون باش كتذوب. وهنا درت واحد نص كاس صغير ديال زيت الزيتون. وهنا درت واحد 4 فصوص ديال الثومه، شويه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال عطريه ديال الدجاج، المروزيه البنات ديال الدجاج. هنا معلقه صغيره ديال قزبر حبوب، والملح على حسب الذوق. ما تكثروش البنات الملح حيت ديك الضويمه فيها الملحه والسمن. المهم ديروا غير على عينكم ميزانكم. هنا درت واحد معلقه صغيره ديال السمن، ودرت شويه ديال الربيع، واحد المعلقه كبيره ولا جوج معالق كبار ديال القزبر معدنوس مفرومين. هنا عندي واحد الكميه ديال الدجاج اللي غسلتها مزيان مزيان بالملحه والسكنجبير والحامض. ملي كتغسلوه كديروه في واحد الصفايه وكتدخلوه للثلاجه وكتخليوه ينشف. ضروري الدجاج ديالكم ينشف باش كيجي لذيذ. الا كان البنات يلاه تذبح ويلاه تغسل وطيبته واخا ما كيجيش مزيان، ما كتدخلش معاه هذيك الشرموله وما كيجيش لذيذ. وبالنسبه للكميه ديال الدجاج راه كديري داكشي اللي نتيا باغيه. كاين اللي كديري حتى دجاجه، نص دجاجه، جوج طريفات. المهم اختي ديري هاد الطريقه اللي درت معاك راه كيجي روعه. المهم هنا من بعد ما شرملت ودخلت فيه ديك الشرموله مزيان مزيان، غادي نغطي عليه وغادي نخليه يتشرمل شويه، تدخل معاه ديك الشرموله. من الاحسن الا عرفتوا الضياف ديالكم غادي يجيو من قبل تشرملوه هكا بالليل. انا هنا غادي نخلي غير واحد ساعه ديال المكانه بين ما تخمر ليا العجينه، وغادي ندوزو باش نطيبوه ان شاء الله.
صافي هنايا من بعد ما خمرت لي العجينه نتوما كيف شفتوا تبارك الله طلعت خمرات وطالعه والعجينه خفيفه. غادي نخرج من هذاك الهواء ديال الخميره وغادي ننزلها فوق سطح العمل اللي كيكون البنات مغسول ومنقي. انا دائما فوق ديك البلاصه فاش كنخدم دائما كنمسحها بجافيل ونقيها مزيان حيت كيعجبني نخدم فوق منها وكنحط عليها العجينه وكل شيء. صافي نتوما هنايا غادي نقطع الخبيزات ديالي. انا هنا بغيت نخرجوهم كريسات صغيورين باش يجيوني هكا بحال الخبيزات اللي كيتباعوا في المخبزه، فهمتوا؟ راه كيجيو بحالهم تماما. نتوما البنات الا بغيتو ديروهم هكا كبار راه لكم الاختيار، غير هكا صغيورين راه كيجيو متيولين وديال الضياف وديال تحمرة الوجه كيجيو واعرين بزاف. ايوا صافي هنايا غادي نقطعهم كلهم كريات بنفس الحجم حتى كنساليهم كاملين. غادي نرش عليهم هنا شويه ديال دقيق الفينو باش ما كيلصقوش في بعضياتهم وما كيلصقوش لينا فوق سطح العمل. وغادي نخليهم غير واحد شويه يرتاحوا باش غادي ندوزو نقرصوهم. ماشي تخليوهم البنات يخمروا، خليهم غير يرتاحوا شويه باش كيسهل عليكم انكم تقرصوهم. اصلا هما ما كتجي تساليوهم حتى كتلقايهم صافي ارتاحوا ولاو خفافين حيت العجينه اصلا خفيفه. صافي هنا غادي نقرصهم نتوما كيف شفتوا معايا كريسات غير صغيورين. الا اختي ما عندكش الخاطر بغيتي ديري خبيزات كبارين نتيا لك الاختيار، نتي حره. انا هكا بغيتهم غير كريسات صغيورين متسولين كيجيو زوينين. وحاولوا ما تقرصوهمش بزاف باش ما كيجيوش رقيقين، باش كيجيو طالعين شويه ومنفوخين. صافي هنايا درتهم في الطاوه ديالي بعدتهم شويه على بعضياتهم باش اللي عاودوا خمروا ما يلتصقوش. صافي كيف شفتوا معايا هنايا غادي ندهن ليهم الوجه ديالهم بالماء باش ملي ندير عليهم الزرار ولا شي حاجه كيبقاو لاصقين. هنا خديت واحد الرازوار اللي كيكون جديد ونقي. ضروري يكون عندكم في المطبخ ديالكم باش كتستعملوه. كنستعملوه انا مره جوج صافي كنرميه. الا ما كانش متوفر عندك ديري اختي غير شي موس اللي كيكون ماضي وحاولوا البنات تفلحوهم قبل ما يعاودوا يخمروا باش ملي يجيو يطلعوا يخمروا دوك الفليحات كيبانوا. هنا رشيت عليهم شويه ديال الزنجبيل الابيض وغادي نغطي عليهم ونخليهم يختمروا واحد ربع ساعه نصف ساعه راه دغيا كيوجدوا. وغادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه. هادو تا هما دهنتهم بالماء وغادي نفلحهم تا هما بالرازوار بطريقه اخرى وغادي ندردر عليهم الصانوج او الحبه السوداء كي لكم ديروا هذا حبوب ديال الشوفان اولا ترشوا عليهم غير السميده رقيقه وصافي كتدخلوهم يطيبوا. ايوا هنا اختي غادي نمشيو نوجدوا الطاجين ديالنا. هنا خديت واحد الطاجين درت عليه البصله من التحت. صراحه ما لقيتش ديك البصله الدايره متوفر عندي غير هذه ودرتها. الا كانت متوفره هذيك راه من الاحسن. غادي ندير شويه ديال البصله للتحت عاد غادي ندير هذاك الدجاج ونخوي عليهم ديك الشرموله اللي كتبقى في التبصيل وغادي ندير البصله اللي كتكون مقطعه كشنانف من الفوق. هنا البنات درت انايا 4 البصلات اللي كيكونوا صغيورين غير هادو ديال هذا الحريف هذا هما اللي كانوا متوفرين عندي. وهنا غندير شي عويدات ديال القرفه واخا كاع مدقدقين المهم هما اللي كانوا متوفرين عندي. الا بغيتو ديروا قرفه اللي كتكون مدقوقه بودغ ديروها. درت هنا الزبيب غادي ندير كلشي البنات في الطاجين وغادي نردو على الفاخر يطيب على المهل. هنا درت شويه ديال الزبيب شويه ديال البرقوق دورت عليه وفي الاخير غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون هو باش نصبطو باش كيعطي واحد البنه لذيذه. الطاجين البنات راه بلدي 100%. صافي درت هنا شويه ديال السكر من الفوق على داك الزبيب وسميتو باش كيتعسلوا وغادي نردهم يطيبوا على خاطرهم. هنا غنوجد معكم واحد العصير اللي كيجي منعش ولذيذ وساهل بزاف. هنا عندي شويه ديال الفريز كان عندي في المجمد غادي ندير معاه هذا المركز هذا ديال المنظارين اللي كنت درته معكم في الفيديوهات السابقه ديال تحضيرات رمضان اللي كيجي زوين بزاف. هنا غادي ندير واحد لتر ديال الماء وغادي ندير معاهم واحد جوج حبات ديال البنان غير كانوا شايطين عندي هذوك الجوجات ودرتهم. هنا ماشي بالضروره يكون البنان او يكون الفريز اي نوع ديال الفاكهه متوفر عندكم ضيفوها مع هذا المركز راه كيجي رائع بزاف بزاف. تقدروا ديروه غير هو بوحدو مع الماء راه كيجي مزيان. وبالنسبه للسكر راه البنان حلو كلشي حلو وكتقدموا بالصحه والراحه. وهنا الطويجين ديالنا راه طاب ما شاء الله. هنا البنات راه كي حيدتهم من المجمر صورته لكم باش تشوفوا عرفتي تعسل وجا بنين ومحروق عرفتي ما نعاودش لكم كيجي بنين ورائع. البنات كنتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه هذه كيجي زوين ماشي شي حاجه. المهم شاركتوه مع البنات المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا. كنتمنى يعجبهم الفيديو ديال اليوم. هنا زينت بشويه ديال البيض ديال السمان ورشيت شويه ديال الزنجان البيض فوق البرقوق غير كتزين وصافي. وهنا غادي نقدموا الغديوه ديالنا. درت معها شلاضه اللي مصورتهاش معكم باش ما يجيش الفيديو طويل وشلاضه راه ساهله ماهله. وهذا العصير ديالنا ما شاء الله اللي كيجي لذيذ بزاف وزوين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وما تنساونيش الكبيدات ديالي من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم اللي كتشجعني
وكنشكركم بزاف بزاف. وهادو هما الخبيزات ديالنا ما شاء الله كيف جاو كيجيو رائعين بزاف خطيرين مفشفشين غزالين البنات. كنتمنى تجربوهم. الناس اللي كلاوهم عندي راه عجبوهم بزاف وما عرفوش واش درتهم في الدار يصحاب لهم واش شريتهم من المخبزه. كيجيو رائعين. هانتوما كيجيو مفشفشين خفافين عرفتي البنات كيجيو خفاف بزاف. صراحة كيستحقوا انكم تجربوهم راه كيجيو هائلين. صراحة خصنا نزعمو هكا ونحفزوا بعضياتنا ونزعمو نديرو هكا خبيزات ديال الدار احسن لينا ما نشريوهم والله. راه ما كاينش الفرق بيناتهم نهائيا. ديري شي حاجه اللي في دارك نقيه ومزيانه احسن لك ما تشريه من الزنقه ما عرفتيش واش نقي ولا ما نقيش. وهذه هي الغديوه ديالنا كنتمنى تعجبكم. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. تهلاو ليا في راسكم البنات واللي مازال ما اشتركاتش اشترك وتفعل زر الجرس باش كيوصلها كل جديد. مع السلامه الى فيديو جديد.